بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده باذن الله هبدا معايا الدرس الثاني في الاحساس في الانسان. الدرس ده عليك في ثالثه ثانوي، عليك في ايه؟ ما تلغاش حاجه، ما تلغاش حاجه، والله ما لغوا حاجه، والله ولا لغوا اي حاجه. اللي بيقول لكم لغى حاجه بيضحك عليكم، ما حدش لغى اي حاجه. كانوا ينزلوا نشر ان هم يلغوا، بعدين قالوا ان هم مش لاغين حاجه. تمام عليكم كل حاجه، تمام. فانت اللهم صل على محمد ايه، ركز معايا كده وركز للكلام، واللي ماسك تليفون يقفله. تمام. النهارده باذن الله معايا في الدرس الكام؟ الدرس الثالث في الاحساس، اصعب درس في المنهج، اصعب حصه في المنهج. هركز عشان لو طلعت مش فاهم هتروح البيت تبقى حمار بايظ، والله ما بيشتغل، ما بفيش. روح تلقحي بقى زي ما كنت متلقحي، بايظه برضه، مفيش كهرباء في الاوضه خالص. فنيجي عندي هنا نتكلم بقى معايا على اصعب حصه. هتكلم يا غالي عندي هنا بحدوته، لو انت فهمتها فهمت الدرس، ما فهمتهاش الدرس بتاعك والله ما هيتفهم. اقفلي تليفونك ودخليه يا استاذ. ما مش ثواني، خد يا باشا، يفصل بعد الحصه. بيت خد تعال تلقحي هنا اهو. قوم اقفل الباب وما تدخلهاش، قوم. ايه؟ خد اديلها شنطتها، خدي اديلها شنطتها، خد اديلها شنطتها، خدي شنطتك ويلا روحي، خدي شنطتك ويلا روحي. لا انا ماسك شنطتي. ايه؟ بص معايا دلوقتي على اصعب درس معايا في المنهج، اللي هو الدرس بتاع الاحساس في الانسان. احنا المره اللي فاتت اخدنا عندي نوع الخليه العصبيه. ده الشكل بتاع الخليه العصبيه اهي. قلت ان انا عندي نوع في المحور بتاعها، في المحور بتاع الخليه العصبيه، وفي التفرعات النهائيه. تيجي تستقبل عندي اهوت الاشارات من التفرعات الشجيريه، التفرعات الشجيريه اللي عامله زي الشجره. وعايزين ننقل عندي هنا السيل العصبي. قلت لك عندي في عقد هنا اهو، في حاجات عامله كده، واخدنا اسماء كل الكلام ده. فالسيل العصبي يبدا يتنقل كده، السيل العصبي يبدا يتنقل كده. ايه اصلا السيل العصبي ده؟ هي الاشارات العصبيه اللي جايه لي من المخ عندي هنا اهو، عشان تروح تقول لي دي اتحركي، تروح تقول لي اتحرك عندي، لو تروح كده، اتحرك عندي روح كده، غمض عينك، فتح عينك. ده اللي هو السيل العصبي. طب عشان يحصل حركه انا قاعد مكاني اهو، قاعد ايه؟ مرتاح. عشان يحصل حركه عندي ان هو يحصل حد عفرتني عندي هنا، فقمت يا باشا ايه؟ رحت اتحركت. فرحت جاي عندي نقط، حد جاي مهديني، رحت جاي قاعد تاني. يبقى عشان يحصل حركه، مظاهر الحركه كام حاجه قدامك؟ 3. راحه، بعد كده اثاره عندي هنا هو، اتحركت اثاره، بعد كده العوده تاني ايه؟ للراحه. عندي هنا يا باشا انا جاي عندي كم حاله دلوقتي؟ مظاهر الحركه كم حاله دلوقتي؟ 3. الراحه والاثاره والعوده للراحه. اشرحها بابسط طريقه ممكن حضرتك تشوفها فيها، زي ما انا بشرحها لثالثه ثانوي. لا فاتحه تليفونها تقفله، والله اللي هشوفها ماسكه تليفون في الحصه انا مطلعها بره. اول حاجه لما اتكلم على الراحه، ده بالنسبه لي عندي دلوقتي يا باشا الخليه العصبيه بره جوه. هنقسم بره جوه، بره جوه. باشا تعال هبدا احكي لك حدوته صغيره، هي بتتحكي في حدوته صغيره. انا كنت جاي الحصه صايم وقرفان زهقان، جواه شحنات سالبه، وامي قال لي يا ابني روح ربنا يكرمك، دي دعوه حلوه، الدعوه الوحيده اللي حلوه للدعوه. خطيبتي مزعلاني، واختي مقرفاني، والدنيا جايه عليا، وجوايا شحنات سالبه كتير كتير كتير.
فانا جوايا دلوقتي شحنات ايه؟ سالبه. بس عمال دلوقتي جاي اقول لك ايه؟ ان شاء الله ذاكر، ان شاء الله تجيب كليه كويسه. اخركم طريقكم زراعي كلكم في الاخر. ذاكر وهتجيب ايه؟ كليه كويسه باذن الله. ذاكر وان شاء الله انت هيجي منك. فعمال بطلع دلوقتي شحنات ايه؟ موجبه. بطلع لك يا باشا بره دلوقتي شحنات موجبه. بطلع لك بره شحنات ايه؟ موجبه. امتحنتي؟ لا. امتحنتي؟ لا. كنت مزوغه فين الحصه اللي قبل اللي فاتت؟ ليه ما امتحنتش برضه؟ كنت امتحنتي؟ لا. كنت مزوغه فين الحصه اللي فاتت؟ فرحت دلوقتي متعصب عليكم وقلت انت خساره فيك الشحنات الموجبه اللي انا مطلعها لك. ده انا طول الحصه هطلع لك شحنات سالبه. استهدى بالله. هطلع لك بره شحنات ايه؟ سالبه. انت خساره فيك الشحنات الموجبه اللي انا كنت بطلعها لك. جوايا هيبقى الشحنات الموجبه. جوايا هدخل الموجب. عم احمد سليمان يدخل لي عندي هنا اهوت ب 20,000 30,000 دولار كده، يحطهم قدامي يقول لي ايه دمت ايه؟ دمت يا باشا نصيبك. قال له 20,000 دولار. العيال دمت هنطلع لهم احلى شحنات موجبه دلوقتي تاني. ده انا هرجع ارتاح تاني، هرجع للايه؟ للراحه مره تانيه. يقول لك يا ابني عادي ما تجيش تمتحن، مش مهم، المهم الدولارات. المهم الايه؟ المهم الدولارز. تمام؟ فطلع بره الشحنات الايه؟ الموجبه وادخل تاني الشحنات السالبه. اقولها بطريقه تانيه. عشان تدرس حد، عشان تدرسي احمد دهوت، ما ينفعش تحكمي عليه وانت شايفاه قدامك كده. لازم تدرسيه وهو قاعد مرتاح وفي الحاله الطبيعيه بيعمل ايه، ولما بيتعصب بيعمل ايه، ولما بيرجع يرتاح تاني بيعمل ايه. يبقى في حاله الراحه كان بره مطلع لي شحنات موجبه وجوه كان شحنات سالبه. في الاثاره بره سالب، جوه موجب. العوده للراحه بره موجب وجوه سالب. هقول لك كلمه هتحل لك الشفره بتاعت الموضوع كله. اينما وجد الموجب وجد الصوديوم. اينما وجد الموجب عندي هنا اهوت وجد الصوديوم. لا لان ايه موجب. تمام؟ يعني انا عندي هنا هلاقي الصوديوم بره ولا جوه؟ بره. هنا هلاقي الصوديوم بره ولا جوه؟ جوه. هنا هلاقي الصوديوم بره ولا جوه؟ بره. انا كده خلصت الدرس. هبدا افسره بقى. انا كده ايه؟ خلصت الدرس. كده اقدر احل بيها. بدمت اقدر احل بيها. تمام؟ اللي جاي ده انا هفسر لك بقى. ايه هي الراحه؟ هي الاثاره، هي العوده للراحتين. هقول لك حاله الراحه هي الحاله لما بيكون بره موجب وجوه سالب. حاله الاثاره لما بره يكون وجوه يكون. انتوا صايمين يا اولاد؟ انا عايز اسمع صوت، عايز اسمع صوت عالي. حاله الراحه بره عايز الصوت يبقى اعلى من صوتي، عايز الصوت يهز القاعه. حاله الراحه بره يكون وجع. حاله الراحه بره بيكون ايه؟ وجوه حاله الاثاره بره انت ساكته ليه؟ وبره سالب وجوه حاله العوده للراحه بره. هو الصف ده على ريش على راسه، على ريش. بره ايه؟ موجب وجوه سالب. اينما وجد الموجب وجد الصوديوم. تعالوا ندخل بقى دلوقتي على اول مرحله، هي مرحله الراحه. مرحله الراحه هي حاله العصب عندي نهوت او العضله، سواء اتكلم على العصب سواء اتكلم على العضله، لما بره بيكون موجب، لما بره بيكون وجوه بيكون سالب. عمل دلوقتي كام قطب بالنسبه لي؟ قطب موجب وقطب ايه؟ سالب. فنعمل دلوقتي حاله اسمها الاستقطاب. نعمل ايه؟ استقطاب، يعني قطب موجب وقطب سالب. يبقى دي بالنسبه لي حاله اسمها حاله الاستقطاب. كور حاله ايه؟ الاستقطاب. يلا ورا. حاله الاستقطاب اللي هي بتكون حاله ايه؟ حاله الخليه العصبيه في وضع الراحه، لما بره بيكون وجوه بيكون سالب. جبت فولتميتر
وعايز عندي هنا اشوف فرق الجهد هيكون كام. عايز اقيس فرق الجهد ما بين بره وما بين جوه. ما بين بره وما بين ايه؟ فكيت الجناح، فكيتيه ايه؟ اقعدي. يبقى لما بره يكون ايه؟ موجب، وجوه يكون ايه؟ سالب. جبت يا باشا عندي نهوت نقيس فرق الجهد ما بين هنا وهنا، فلقيت ان فرق الجهد طلع هنا سالب 70 ملي فولت. ايه يا اخويا السالب 70 دي؟ يا دي زي لما انا بطلع الزمن بالسالب كده ولا المسافه بالسالب في الفيزياء؟ دي خيابه منك يا اخويا لما بتطلع الزمن بالسالب او المسافه بالسالب. انا عندي هنا هي مقدارها 70 بس في اشاره مخالفه، في اتجاه عندي دوت مخالف بالظبط. زي ما تكون ايه؟ انت واقف حضرتك كده اهو، عربيه جايه بتتحرك عكسك، فانت شايف بتتحرك ايه؟ بسرعه مثلا 70 بس في عكس الاتجاه بتاعك. تمام؟ يبقى دي بالنسبه لي عندي نوت سالب 70 ملي فولت. يبقى انا عندي نوت لو جيت حطيت عندي نوت شفت فرق الجهد بين الاثنين هلاقيه طلع كام؟ سالب 70. يبقى انا دلوقتي حاله الراحه، حاله الخليه العصبيه لما بره بيكون موجب وجوه بيكون سالب، تنشا حاله اسمها استقطاب، تنشا حاله اسمها استقطاب. بيكون فرق الجهد كام؟ سالب 70. بيكون فرق الجهد كام؟ سالب 70. قال لك يا غالي لو انا جيت بصيت عندي هنا اهوت على بره، قلت لك اينما وجد الموجب وجد الايه؟ الصوديوم. يبقى بره هيكون في ايه؟ صوديوم موجب. طب وجوه اكيد في ايونات ايه؟ سالبه. كلور سالب، بروتين سالب. هتقول لي يعني معنى كده يا دكتور ان بره في موجب بس ولا في موجب وسالب بس الموجب هو اللي ايه؟ هو اللي بيتغلب؟ يعني معنى كده ان اللي جوه فيه سالب بس؟ اقول لك لا، ده في سالب وفي كمان بوتاسيوم موجب. طب ليه جوه ما كانش سالب؟ هقول لك ليه جوه ما كانش، قصدي ما كانش موجب زي البوتاسيوم، اللي هقول لك دلوقتي. طب ليه بره ما كان في حاجات سالب؟ ليه ما كانش سالب؟ هقول لك برضو دلوقتي. تعرف ان انا عندي ان هو الصوديوم بره اكتر من جوه من 10 ل 15 مره قد جوه. يبقى الصوديوم بره قد جوه من كام لكام مره؟ من 10 ل 15 مره. انما عندي هنا لما اجي اتكلم على البوتاسيوم جوه قد بره حوالي 30 مره. يا دكتور طب ما البوتاسيوم ما هو جوه كتير. هنطلعه بره دلوقتي. هنيجي نطلعه بره ايه؟ دلوقتي. يبقى لما اجي اتكلم على مرحله الراحه او وضع الراحه، هي حاله الخليه العصبيه لما بره بيكون موجب وجوه بيكون سالب، بتنشا حاله اسمها استقطاب. تنشا حاله اسمها استقطاب. كم ملي فولت؟ سالب 70 ملي فولت. قلت لك يا باشا عندي نقطه الصوديوم بيبقى بره قد جوه كم مره؟ من 10 ل 15 مره. طب عندي نقط جوه بيكون البوتاسيوم قد بره من كم مره؟ 30 مره. هقول لك يا غالي تعالى فسر لي ليه بره موجب وليه عندي نوت جوه سالب. بره موجب، ما في يا باشا عندي نوت لان الشحنات الموجبه تعادل الشحنات السالبه وتتفوق عليها. الشحنات الموجبه عادلت الشحنات السالبه وجت اتفوقت عليها. تعالى عندي نوت ليه جوه سالب؟ لان الشحنات السالبه عادلت الشحنات الموجبه وجت اتفوقت عليها. يبقى لما اجي اتكلم واقول لك ليه بره موجب؟ لان الشحنات الموجبه، لان الشحنات الموجبه عادلت السالبه، اعمل التليفون صامت، وتفوقت عليها. طب ليه اللي جوه سالب؟ لان الشحنات السالبه عدلت الشحنات الموجبه وجت اتفوقت عليها. لان الشحنات السالبه عدلت الموجبه وكمان وجت تفوقت عليها. يبقى انا لما اجي اقول لك عندي هنا اهو عشان العصب يجي ينقل اللي هو الاشارات العصبيه بيمر بكم مرحله؟ 3. ايه وايه وايه؟ راحه، اثاره، عوده للراحه. لما جيت اتكلمت عن الراحه قلت هي حاله اللي هو العصب لما يكون بره موجب وجوه سالب بينشا حاله اسمها استقطاب. الصوديوم بيبقى قد جوه كم مره؟ من 10 ل 15 مره. طب البوتاسيوم بيبقى جوه كم مره قد بره؟ 30 مره. باجي اطلعه بره دلوقتي، هاجي اطلعه. قلت لك يا باشا ليه بره موجب؟ ان الشحنات الموجبه عدلت الشحنات سالبه وتفوقت عليه. ليه جوه سالب؟ لان الشحنات السالبه بس. طب دكتور
انا دلوقتي عايز افضل في حاله الراحه شويه. ايه الحاجات اللي ممكن تحافظ لي على حاله الراحه؟ ان انا اخلي بره موجب وجوه سالب. طب تعال نشوف الحاجات اللي ممكن تخلي لي بره موجب وجوه ايه؟ وجوه سالب. اول حاجه النفاذيه. عندي نوت يا باشا الاختياريه والتوزيع الغير متكافئ. النفاذيه الاختياريه والتوزيع الغير متكافئ يا باشا، ان انا كان عندي نوت صوديوم بره قد جوه كام مره؟ من 10 ل 15، والبوتاسيوم كان جوه قد بره كام مره؟ 30 مره. ده اللي هو التوزيع الايه؟ الغير متكافئ. عارف النفاذيه بقى؟ هتيجي تنفذ بوتاسيوم بره كتير، تطلع بوتاسيوم بره كتير، تطلع بوتاسيوم بره كتير، تطلع بوتاسيوم بره، تطلع بوتاسيوم بره، فبقى بره عندك في صوديوم موجب وزودت عليه موجب كمان، حطيت له بوتاسيوم ايه؟ موجب. تاني حاجه بقاء ايونات الكلور السالبه في الداخل. فلاقي عندي نوت البره موجب، البره موجب اللي هو فيه صوديوم دلوقتي وكمان فيه ايه؟ بوتاسيوم، وجوه سالب اللي هو فيه دلوقتي ايه؟ كلور، وكمان فيه بروتين سالب. يبقى عندي اللي بيخلي عندي ده بحافظ عندي نوت على البره موجب واللي جوه سالب ان انا طلعت البوتاسيوم الموجب بره، حافظت على الكلور اللي هو السالب ايه؟ جوه. في عندي حاجه اسمها مضخات الصوديوم والبوتاسيوم، باذن الله هتتكلم عليها بالتفصيل الممل لما نيجي نحل اسئله. حاجه اسمها مضخات الصوديوم والبوتاسيوم. يعني لما تيجي تدخل صوديوم جوه بتطلع مكانه بوتاسيوم، تدخل صوديوم وتطلع مكانه بوتاسيوم، تدخل صوديوم وتطلع مكانه ايه؟ بوتاسيوم. فبتحافظ على الاوساط عندي هنا اهوت، الموجب يفضل موجب والسالب يفضل ايه؟ والسالب يفضل سالب. تمام. انت اتكلمت دلوقتي على ايه؟ على الراحه، وخلصت معايا مرحله الراحه. يبقى انا دلوقتي خلصت مرحله الراحه. تاني نقول مرحله الراحه اخر مره هقولها. مرحله الراحه هي حاله غشاء اللي هو العصب لما يكون بره موجب، لما يكون بره وجوه سالب بتنشأ حاله اسمها استقطاب. عند صوديوم بيكون بره اكتر كم مره؟ من 10 ل 15 مره. طب عندي جوه بيكون كلور. عندي نوت بروتين. عندي يا باشا اللي هو بيكون بوتاسيوم قد بره كم مره؟ 30 مره. بينشأ فارق جهد كام؟ سالب 70 مللي فولت. بره موجب ليه؟ الشحنات الموجبه عدلت الشحنات السالبه وتفوقت عليها. جوه سالب ليه؟ لان الشحنات السالبه عدلت الشحنات الموجبه وتفوقت عليها. لما اجي اقول لك ليه يا غالي بحافظ على بره موجب وجوه سالب، عندي نقطه النفاذيه الاختياريه توزيع غير متكافئ. نفذت يا باشا البوتاسيوم، طلعت البوتاسيوم بره، بقاء الايونات بتاع الكلور والبروتين جوه سالب، حافظت على السالب جوه. عندي نقطه يا باشا لما جيت بصيت على مضخات اللي هو الصوديوم والبوتاسيوم. مضخات الصوديوم والبوتاسيوم عملت فيهم ايه يا دكتور؟ مضخات الصوديوم والبوتاسيوم لما تيجي تدخل بوتاسيوم بتطلع مكانها ايه؟ تدخل صوديوم بتطلع مكانها ايه؟ بوتاسيوم بره، فبتحافظ عند نوت على الشحنات. تعال نتكلم دلوقتي على الاثاره. لما اجي اتكلم على الاثاره في حته في اخر الدرس، هو مش رابطها باللي هو في ايه؟ مش رابطها بالدرس. انا هاجي اربطها معاه، انا بقول لك اشرحها بالظبط زي ما بشرحها لكام؟ ثالثه ثانوي. الحته دي من اصعب الاسئله عندك في ثانيه ثانوي، هو اصعب من الاسئله اللي برضك اللي عندك فين؟ في ثالثه ثانوي. فركز معايا الله يكرمك، اللي انا هقولها دلوقتي الاثاره والله العظيم هيبقى الموضوع سهل وبسيط دلوقتي. يلا بينا. مرحله الاثاره. الاثاره قلت لك في الاثاره بره بيكون ايه؟ سالب، جوه بيكون ايه؟ موجب. يبقى عندي بره بيكون سالب، جوه بيكون موجب. لما امك تيجي تسمع لك عربي تقول لك مضاد يستطيع، هتقولي لها ايه؟ لا يستطيع، صح؟ لما تقول لك يلعب هتقولي لها ايه؟ لا يلعب. ما تقول لها انا عايزه المضاد اللي في الكتاب يا بنت. ما هو ده مضاد يا ماما. هتقول لك عندي نقط مضاد يفعل، هتقول لها ايه؟ لا يفعل. اي حاجه وخلاص. فانا عندي هنا احنا عكسنا الاثاره عكس الراحه، صح؟ فلما اقول لك ان الراحه كان اسمها استقطاب، الراحه كان اسمها ايه؟ استقطاب. يبقى انا عندي الاثاره لا استقطاب. لما اجي اقول لحضرتك عندي هنا اينما وجد الموجب وجد الصوديوم، يعني الصوديوم هيكون هنا
جوه. انا خلصت الاثاره اللي موجوده في الكتاب. في حته في الاخر ما هوش رابطها لك لا اثاره ولا راحه ولا اي حاجه، هو عامل لك كده ايه لله في لله كده اهو. تعالى انا احفظها لك وافهمها لك دلوقتي، وهي مطالبه عليك جدا في ثالثه ثانوي. بص يا غالي، ده عصب، دي نهايه العصب اهو، نهايه عصبيه، وده العصب اللي قدامه او العضله اللي قدامه. العصب ممكن يمسك مع العصب فنسميه ده تشابك. تشابك ما بين عصب وعصب، يبقى تشابك عصبي عصبي. ركبه، ده الفخذ، ده الفخده دي ركبه. ده عصب ياما، عصب. ده لو عصب عندي هنا، لو عصب عندي هنا يا حبيب قلبي وماسك مع عصب فبنسميه تشابك عصبي عصبي. طب لو عصب ماسك مع عضله تشابك عصبي عضلي. طب لو ماسك مع غده تشابك عصبي غدي. لو ماسك مع اعصاب تشابك عصبي عصبي. لو ماسك مع عضله تشابك عصبي عضلي. لو ماسك مع غده تشابك عصبي غدي. المهم يا غالي، انا عندي هنا هو دواير، والدواير دي اسمها حويصلات. الدواير دي اسمها ايه؟ حويصلات. اي دايره في الدنيا يا باشا ممكن تسميها حويصله. عارف ايه اللي بيجي يحصل؟ مين اللي بيتحكم عندي نوت يا غالي في سيادتك؟ المخ. فهتوصل عندي اول حاجه وصول اشارات عصبيه او وصول سيالات عصبيه من المخ. يبقى اول حاجه عندي هنا هو وصول سيالات عصبيه من المخ. حضرتك الحصه ديت مش هتذاكرها لي من الكتاب، مش هتذاكرها لي من الكتاب المره دي. هقول لك برضو احنا خدنا ايه وايه. هتصور السبوره وتيجي المره اللي جايه ملخص لي السبوره ديت، كاتب لي اللي موجود على السبوره ديت. تعالى حضرتك، يبقى اول حاجه وصول سيالات عصبيه. وصول سيالات عصبيه، لما توصل السيالات العصبيه اجي عندي هنا يدخل ايونات الكالسيوم. تاني حاجه دخول ايونات اجي ادخل ايونات الكالسيوم او دخول ايونات الكالسيوم. هتروح للايه؟ حويصلات. هتروح للايه؟ الحويصلات. الحويصلات دي جواها ماده اسمها اسيتايل كولين، اسمها ماده اسمها اسيتايل كولين، جواها الاسيتايل كولين، جواها الاسيتايل كولين. ما تقوليش ستيل الله يكرمك، اسمها اسيتايل كولين. اسمها ايه؟ اسيتايل كولين. لو انت جيت في الكتاب لقيت الاختصار بتاعها كده اوكي عادي مفيش اي مشاكل. اسيتايل كولين، اسيتايل كولين، اسيتايل كولين. يبقى عندي وصول سيالات عصبيه، وصول سيالات عصبيه، دخول ايونات الكالسيوم، دخول ايونات الكالسيوم. راحت على الحويصلات. يا ترى هتعمل ايه؟ هتفجر الحويصلات، هتفجر الحويصلات، فهتطلع منها الايه؟ اسيتايل كولين. هتطلع منها الايه؟ اسيتايل كولين. انا عندي هنا يا اولاد بوابات بتاعه الصوديوم مقفوله اهي. كان بره موجب عادي، كان بره موجب وكان جوه ايه؟ سالب. اين موجود الموجب وجد الصوديوم. كانت بوابات بتاعه الصوديوم كانت ايه؟ مقفوله. اللي بتعدي الصوديوم جوه كانت ايه؟ مقفوله. طب يا غالي الاسيتايل كولين ده اهو هيجي يمسك في البوابات بتاعه الصوديوم. يبقى رابع حاجه، ثالث حاجه عندي ان انا فجرت الحويصلات، فجرت الحويصلات. رابع حاجه عندي هنا اهوت مسك الاسيتايل كولين في البوابات، مسك الاسيتايل كولين في بوابات الصوديوم. فيعمل لي ايه؟ فتح البوابه. لما يمسك في البوابه اهو يجي يمسك الاسيتايل كولين فيها كده فتفتح، يعضها من هنا كده فتفتح. لما فتحت البوابه دخل الصوديوم لما ايه؟ جوه. فلما الاقي الصوديوم جوه، لما الاقي الصوديوم جوه، لما الاقي الصوديوم جوه، دلوقتي بقى جوه ايه؟ موجب. بقى جوه دلوقتي ايه؟ موجب. وبره دلوقتي هيبقى ايه؟ سالب. يبقى عندي دلوقتي بقيت في مرحله اثاره. بقيت دلوقتي في مرحله ايه؟ اثاره. بقيت دلوقتي في مرحله ايه؟ اثاره. يبقى تاني اول حاجه وصول سيالات عصبيه، وصول سيالات عصبيه، دخول ايونات الكالسيوم، دخول ايونات الكالسيوم. راحت للحويصلات، فجرت الحويصلات، فجرت الحويصلات، طلع منها اسيتايل كولين، طلع منها اسيتايل كولين. مسك في البوابات، مسك في البوابات.
دخل الصوديوم جوه، بقيت في مرحله اثاره، دخل الصوديوم جوه، بقيت في مرحله اثاره. وصول سيالات عصبيه، وصول سيالات عصبيه، دخول ايونات الكالسيوم، دخول ايونات الكالسيوم، فجر الحويصلات، فجر الحويصلات. بعد كده طلع منها ستايل كولين، طلع منها ستايل كولين، راح ماسك في البوابات، راح ماسك في البوابات، بقى جوه موجب، بقى جوه موجب، بقى بره سالب، بقى جوه موجب، بقى بره سالب. بقيت في مرحله اثاره، بقيت في مرحله اثاره تاني. والله العظيم يا ابني، ما انا اللي بتعب مش انت، انا اللي صايم وانا اللي بتكلم مش انت. ماشي، لان انا اللي بتكلم، انا اللي طالع عيني اللي خلفوني مش انت. انا معلش لا مؤاخذه دي فهمتها دلوقتي، فهمتها ثالثه ثانوي، حفظتها دلوقتي، حفظتها ثالثه ثانوي. والله لسه البجر بتوع ثالثه ثانوي بيغلطوا في الحاجات دي لحد دلوقتي. لا ما بسيبش معاه بجر في ثالثه ثانوي والله خالص، بيتصفوا على طول، كل حصه امتحان اصلا عندهم. تمام. اول حاجه وصول سيالات عصبيه، الحصه بتاعتهم ساعتين، ساعتين ونص اصلا، بيتصفوا كل حصه امتحان. وصول سيالات عصبيه، دخول ايونات الكالسيوم، دخول ايونات الكالسيوم، راح للحويصلات، فجر الحويصلات، طلع الاسيتايل كولين، راح مسك في البوابات، دخل الصوديوم جوه، دخل الصوديوم جوه، بقيت في مرحله صار. قول لهم يا عزه يلا، قول لهم يا عزه يلا. ماشي. وصول الاسيتايل. لا اسيتايل ايه؟ السيالات العصبيه. ماشي. بعد كده دخول ايونات راح فجر طلع منها، راح مسك في دخل بقيت في مرحله بس كده. قول قول. يعني ايه؟ ها. وصول السيالات العصبيه، دخل الكالسيوم، ماشي. طلع الحويصلات، استنوا، طلع الاسيتايل كولين، فجرت الحويصلات، مسك في البوابات، دخل الصوديوم في مرحله اثاره. بس يبقى انا دلوقتي بقيت في مرحله اثاره، ده اللي خلاني بقيت مصار. الحاجه دي بقيت في مرحله ايه؟ اثاره. طب ما انا عايز ارجع للراحه تاني. طب ما انا عايز ارجع ايه؟ للراحه. الرجوع للراحه ان انا بخلي بره ايه؟ موجب اهو، جوه ايه؟ سالب. عارف تعمل ايه؟ مين اللي كان خلاني مصار؟ ان الاسيتايل كولين راح مسك في البوابات وفتحها، صح؟ انا اجي اطلع اكسر الاسيتايل كولين دلوقتي، فطلع انزيم اسمه الكولين استيريز. الكولين الايه؟ استيريز، الكولين استيريز، الكولين استيريز، الكولين استيريز، يكسر الاسيتايل كولين، فترجع دلوقتي للراحه. بس كده. يبقى انت حضرتك دلوقتي ايه اللي بيجي يحصل؟ انت يا باشا جيت طلعت ايه؟ الاسيتايل كولين، اعمل لي اثاره، فعشان يا باشا ترجع للراحه تكسر الاسيتايل كولين بانزيم الايه؟ كولين استيريز، بانزيم الايه؟ كولين استيريز، بانزيم ايه؟ كولين استيريز، يجي يكسر الاسيتايل كولين، يجي يكسر الاسيتايل كولين، يكسر الاسيتايل كولين. هاتي بس يلا هاتي. يبقى انا عندي هنا يكسر الايه؟ الاسيتايل كولين. طيب انا لحد دلوقتي دي الحدوته كلها على بعضها، كنت في الراحه، بره موجب، جوه سالب، اللي هو كان ايه في الراحه؟ وضع استقطاب. عندي نقط كان الصوديوم بره من كام لكام مره؟ من 10 ل 15 مره، والبوتاسيوم جوه 30 مره. قلت لك يا باشا كام ملي فولت؟ سالب 70 ملي فولت. ليه بره موجب؟ لان الشحنات الموجبه عدلت الشحنات السالبه وتفوقت عليه. ليه جوه سالب؟ لان الشحنات السالبه عدلت الشحنات الموجبه. ليه؟ بسبب نفاذيه اختياريه وتوزيع غير متكافئ. بطلع البوتاسيوم بره وبخلي الكلور جوه، وبعمل مضخات صوديوم وبوتاسيوم. طلعت بوتاسيوم دخل مكانه صوديوم،
طب يا باشا عندي نقطة الإثارة واتكلمت عليها اللي هي بدل ما كانت استقطاب تبقى لا استقطاب، وصول سيالات عصبية، دخول أينات، الكالسيوم فجارة الحويصلات طلع الأسطايل، كولين راح ماسك في البوابة دخل لي الصوديوم جوه، دخل لي الصوديوم جوه، بقيت في مرحلة إثارة عشان أكسر أسطايل الكولين، أطلع إنزيم الكولين استريز يكسر أسطايل الكولين فترجع للراحة. طيب فاضل لي كلمتين صغيرين. فاضل لي ايه؟ كلمتين صغيرين. لما اجي اقول لك خد امسك القلم ده كده، انا عايز اوصله للبت اللي هناك ده. الدول انتوا بوظتوا القاعده اللي انا هعملها يا ولاد امسكي الدول. هو انا ينفع ارمي كده؟ هبقى حمار، هبقى دي حمار، عشان انا اللي عندي نوت يا باشا اللي هو السيال العصبي، عشان اخليه يتحرك عندي دلوقتي يا باشا يحصل فيه اثاره. مش كله على بعضه بيحصل اثاره كده، مستحيل يحصل مع بعضه كله اثاره كده. تعال نشوف ايه اللي يجي يحصل يا غالي. يا ست عد، انا مش همسح. عندي هنا يا غالي بعد مرحله الاثاره بنيجي على المرحله اللي هي الثالثه اصلا، اللي هي بعد الاثاره، نقل السيال العصبي. نقل السيال العصبي. هقسم السبوره عندي نقط لالف وب وج لثلاث مناطق. الاول كان في حاله راحه، ده الف ده ب ج، بره موجب جوه سالب، بره موجب جوه سالب، بره موجب جوه سالب. رحت اديته منبه عندي نقط هنا، صار عندي نقط هنا، اللي صارت اتنقلت للي بعد، اتنقلت للي بعد، اتنقلت للي بعد، اتنقلت للي بعدك. عندي نقط الاثاره بتحصل كده. لما هي خدت الاثاره عندي نقط نقلتها اللي بعدها، بقت دي اللي في حاله ايه؟ اثاره، ودي رجعت للايه؟ للراحه. ادتني عندي نقط المنبه، بقيت انا في حاله ايه؟ اثاره، وهي رجعت للايه؟ للراحه. انا اديتها اللي هو الاثاره، بقيت هي في مرحله ايه؟ اثاره، وانا رجعت للايه؟ للراحه. يخرب بيتك بصي، عشان تحركي اصلا العضله كده تعملها وانت قاعده مرتاحه كده، عشان تقفلي عينك وتغمضي وتفتحي كده، دي حاله اثاره اصلا. بس تعالي نحصل عندي نقط اثاره، عندي نقط عند النقطه الف الاول، فالف هو هنا يبقى عنده الاثاره الاول اهو، فالف هيبقى جوه سالب وبره موجب، يبقى ده عندي نقط اثاره. بس انا عندي هنا بره دلوقتي لسه موجب عندي عادي، بره لسه موجب عندي نقط عادي، جوه سالب. دي في مرحله ايه؟ راحه، ودي في مرحله ايه؟ راحه. عايزين ننقل عندي نقط السيال العصبي من الاثاره ديت نروح للاثاره اللي بعدها، اي تبقى بره ايه؟ عندي ايه ده؟ بره سالب اهو وجوه موجب عندي هنا اهو. يبقى انا عندي نروح للي بعدها، ننقل اللي بعدها اللي هي الثانيه دي. الثانيه دي اللي هتبقى دلوقتي في مرحله ايه؟ اثار، بره سالب وجوه موجب. طب عندي هنا اهو اللي كانت مثاره دلوقتي هترجع للراحه، رجوع للراحه، اي رجوع للراحه. طب عندي اللي بعدها لسه في حاله راحه. طب لما اجي ارسم عندي نقطه الخط اللي بعده، هي الاثاره هتيجي عندي هنا اهو، فيبقى بره سالب وجوه موجب. طب ديت هيحصل لها ايه؟ رجوع للراحه، يبقى هنا الاثاره اهي، هنا رجوع للراحه، بره موجب جوه سالب، وهنا بقت في حاله ايه؟ راحه زي ما كان. اخر حته هقولها معايا. كل شويه تقول اخر حته يا لسه. ما قلتش اخر حته. والله ما قلت دي اخر حته. ما قلتش اخر حته. قلت كده؟ هقول اخر حته بس ده هحكي لكم حكايه اللي هو الراجل الاصيل والست اللي مش اصيل. ماشي، الست الاصيله والراجل اللي اتجوز عليها. ايه؟ كده واطي، مش مهم، هو الراجل كده كده واطي. هلاقي جت عليه. انت عمرك شفت راجل مش واطي؟ بس مع اول بيعه بيبيع الراجل. ايه؟ بس هو مش لاقي بيعه احسن بس وخلاص. يلا بينا. زي واحد صاحبي والله العظيم
المهم ايه، هو اتجوز، كان مع واحده مش عارفين بيحبوا بعض والكلام ده كله، فهو اتجوز، فداخل يقنعها ان هو بيتجوز عشان مصلحتها هي. طبعا بيضحك عليك بس بقى حلوه والله. عندي يا باشا لما كنت في حاله الراحه كنت كام؟ سالب كام؟ سالب 70. انا دلوقتي في حاله راحه، عشان اوصل للاثاره اوصل لموجب كام؟ موجب 40. الاثاره دهيت يا اولاد بتبقى موجب 40. الاثاره بتوصل لموجب كام؟ 40. يبقى انت بدات عند سالب 70 كنت في حاله ايه؟ الراحه. كنت في حاله ايه؟ الراحه. خدت مؤثر وصلت للموجب 40، دي في حاله ايه دلوقتي؟ ايه؟ اثاره. عايزك ترجع تاني للراحه. يبقى دي حاله ايه؟ اثاره. ودي حاله ايه؟ العوده للراحه. هنا بقى راحه اهوت، وهنا بقى راحه. بص يا باشا، انت عارف انا عايز اعمل هنا عامل زي ايه؟ زي ما تروح تتجوز. زي ما تروح ايه؟ تتجوز. يقول لك يا باشا بنتي مهرها 110,000. تقول له انا معايا 100 تلزمنيش، معايا 105 تلزمنيش، 109 تلزمنيش، 109 ونص تلزمنيش، 110. خد يا باشا البت وروح مشي. معاك مليون جنيه، انا عايز ال 110 بتوعي وخد البت. معايا 10 مليار جنيه، خد، عايز ال 110 بتوعه ايه وخد البت عادي. بس انا عايز ايه؟ ال 110 بس وخلاص. ال 110 دول اللي هم ايه؟ حاجه اسمها فرق الجهد التاثيري. لو انا جيت قلت لك الفرق الجهد اللي خلاني يحصل اثاره، بنيجي من اللي فوق اللي هو موجب 40 ناقص ال 70. ناقص الايه؟ ال 70. يعني هتبقى 40 سالب في سالب موجب زائد 70 هتبقى كام؟ 110. الفرق الجهد اللي يخليني عندي دلوقتي يحصل اثاره. بص يا باشا، الاثاره دي في حاله الاثاره بنت الحلال. بنت الحلال لسه في اول الجواز، العلاقه بينهم لسه متوطده. هنا خناقات وعايزه تتطلق. تعال نشوف ايه. مفيش ولاد في النص خالص، هو الولاد كحيانين اصلا. في حاله الراحه قال لها ايه؟ قعد يقنعها بالحب ومش عارف ايه والكلام ده كله، فخدها عندي هنا اهوت، اتجوزها، اتجوز بنت الحلال في مرحله اثاره حاليا. لو جالها عريس وهي متجوزه وهي بنت حلال يقول لها بصي انتوا فقراء بس انا معايا لامبورجيني وهجيب لك لامبورجيني وشويه دولارات، مش دي مش بنت حلال دي، معايا لامبورجيني ومش عارف ايه وتطلعي من جوزك وانا هنغنغي. هتقول له ايه لو هي بنت حلال؟ لا 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 لا، ولا بكنوز الدنيا ابدا. لا لا لا، الا بصي تعالى اكتب لك 10 مليار جنيه في البنك. لا 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 لا، انا عايشها بالعيش والملح احسن لي. ادي دي بنت ايه؟ بنت حلال. يعني بنت الحلال عندي هو في مرحله الاثاره، عندي هو العصب هو في مرحله الاثاره، لو جاله اي مؤثر مهما كانت قوته ما يستجيبش. لا يستجيب لاي مؤثر مهما كانت ايه؟ قوته. تعالى بقى دلوقتي بنت الحرام عندي هنا هو في الخناقات، دلوقتي تتخانق معاه، جوزها مش حنين عليه، تلاقي واحد حنين يلا عنا، جوزها ما بيصرفش عليه، واحد يصرف يلا، ما بيقولهاش انا هديكي لامبرجيني مش عارف، هكتب لك 1000 جنيه مقدم و1000 جنيه مؤخر يلا تمام. المهم ان المؤثر اللي يكون عندها اللي هيجي لها يكون اكتر من اللي عندها دلوقتي، فهي طماعه تبص ايه المؤثر الاقوى. يبقى عندي دي تستجيب لمؤثر عندي نوت، بس بشرط انه يكون ايه؟ اعلى من اللي معاه. انما معلش لا مؤاخذه، جوزها معيش ب 1000 جنيه، جالها واحد كحيان ب 50 جنيه، عايشه ب 50 جنيه، هتوافق؟ تقول له روح اقعد عند امك وانا هبقى ازور امك بس وخلاص تمام. انما عندي هنا بنت الحلال في الاثاره ولا بكنوز الدنيا. انما عندي نوت في العوده للراحه، في خناقات، في مشاكل، تقول له باشا اهم حاجه المؤثر يكون ايه؟ اقوى من المؤثر اللي عندي دلوقتي. بس انا كده خلصت اللي انا هقول لك. اللي انا خدته، انا خدت الدرس كله ما عدا اللي هو تركيب التشابك العصبي وانواع التشابك العصبي. خدت الدرس كله ما عدا صفحه 28. يعني انا خدت معايا النهارده صفحه 24 25
26 27 28 لا 29 يبقى انا خدت كل ما عدا ايه؟ 28. ما عدا 28. حاجه الحصه اللي جايه هخلص معاك الحته اللي فاضله لي من 28 وهتجيب لي الكتاب والمذكره عشان احل عليهم باذن الله. عشان الحصه اللي بعدها جهاز عصف مركزي، اللي بعدها طرفي، خلص المنهج. ايه؟ انت هتمتحني اصلا الحصه اللي جايه كمان. ما انت هتحلي وتمتحني. كويس انه جاي. ايه حصص المراجعه كل حصه امتحان. ايه عايز امتحان تاني؟ عيوني. امتحان الايه؟